random.range return type method بيرجع رقم عشوائي ما بين رقم أصغر ورقم أكبر بنكتبهم ما بين الأقواس. فمثلا لو كتبنا الرقم الأصغر -5 والرقم الأكبر 5 هيرجع لنا رقم ما بينهم هما الاتنين عشوائي. هو بقى ممكن يرجع integer وممكن يرجع float. فمثلا لو رجع integer يبقى هيرجع رقم كامل، مش هتلاقيه مثلا بيرجع 3.2، هتلاقيه بيرجع -1 0 1 2 حاجات زي كده. أو float هيرجع ساعتها decimal numbers. طيب امتى بقى يرجع integer؟ لما احنا نكتب الرقمين integer. ويرجع float لو كتبنا أي واحد من الأرقام دي float. فلو مثلا كتبنا 5 -5 هيرجع integer. لو كتبنا -5 f5 f دي معناها إن القيمة ديت بقت نوعها float، فساعتها هيرجع لنا float رقم بديسمال. طيب طبعا ده return type method ممكن نستخدمه كقيمة. فلو عايزين نطبعه هنكتب مثلا debug.log ساعتها هيرجع لنا رقم عشوائي ما بين -5 و 5. طيب يعني ايه اصلا رقم عشوائي رياضيا؟ مثلا احنا بنلاقي الناس او الالعاب او الافلام او اي حاجة بتقول في احتمال 1% ان يحصل كذا. طيب يعني ايه حاجة زي كده اصلا؟ نقول مثلا ان في وحش، تمام، والوحش دوت عنده احتمال 1% انه يوقع سيف معين. الرياضة بقى بتقولك لو انت موتت الوحش دوت 100 مرة، مات 100 مرة، يبقى لازم هتاخد السيف دوت مرة واحدة. ده معنى 1%. طيب لو كان مثلا 10%، يبقى لو قتلت الوحش دوت 100 مرة المفروض رياضيا تاخد 10 سيوف. أو معناه برضو لو انت قتلت الوحش 10 مرات يبقى تاخد السيف مرة واحدة. طبعا كل ما قل الرقم كل ما الحدث ده بقى نادر أكتر وأكتر. طيب ده كده رياضيا، ولكن ده المفروض برضو رقم عشوائي، ده حظ. فممكن الواحد اللي يموت 100 وحش باحتمال 1% يجيب له برضو 10 سيوف. ممكن واحد محظوظ جدا يجيب له بتاع 20 سيف. ممكن واحد مش محظوظ خالص يحتاج يموت الوحش 1000 مرة عشان يجيله بس سيف واحد. هي دي طبيعة الاحتمالات، ولكن الاحتمال رياضيا هو زي ما أنا قلتها لكم. طيب ازاي نقدر نعمل احتمال زي ده في يونيتي؟ مثلا عايزين نعمل نفس التطبيق دوت. خلينا نعرف ميثود. فالميثود دوت المفروض هيتطبق لما الانمي يموت. المفروض الميثود دوت هيتطبق لو آه، او حقق الاحتمال اللي هو 1% دوت. الاول عايزين نعرف متغير يحتفظ على الرقم العشوائي اللي احنا جبناه. خلي بالكم لو احنا عايزين نعمل حاجة زي كده احسن ان احنا نستخدم floats مش integers. جميل. ولو احنا عايزين برضو الاحتمالات بتاعت 1% و10% والحاجات ديت
يعني احتمال في المية، يبقى نجيب أحسن رقم ما بين 0 و100. تقدر تعمله طبعا 0 من 10 وحاجات زي كده، رياضيا تنفع برضه، هتجيب لك حاجة في المية، ولكن دي أسهل طريقة. طيب هنكتب بقى الشرط بتاعنا المفروض هنقوله تاني. لو الاحتمال اللي هو 1% اتحقق. الاحتمال ده يعني ايه؟ يعني لو الحدث حصل 100 مرة، النتيجة المفروض تحصل مرة واحدة. طيب ده المفروض هيرجعني رقم عشوائي ما بين 0 و100، هنحطها أول حاجة. تاني حاجة المفروض نشوف بقى لو هو أكبر أو أصغر من الحدث النادر المفروض يحصل. ففي الحالة بتاعتنا دي، لو الرقم العشوائي جه ورجع أقل من 1، يبقى ساعتها الاحتمال اللي هو بتاع 1% دوت اتحقق. ده لأن فكروا فيها كده، لو رقم عشوائي ما بين 0 و100، في احتمال إن يجيلكم ما بين 0 و1، ولكن في احتمال أكبر بكتير جدا 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 يجيلكم رقم عشوائي ما بين 1 و99 أو 1 و100. فعشان كده احنا خصصنا حتة إن لو جالك ما بين 0 و1 يبقى دوت هو الاحتمال بتاعك، خصصنا الحتة دي في الشرط. ساعتها بقى لو الميثود دوت اتطبق، الشرط دوت اتحقق، نضرب الصوت. عشان كده احنا حققنا حتة 1%. طيب لو احنا عايزين 10%، عادي هنبدل دي ب10.